بسم الله الرحمن الرحيم. وصايا أرجو نفعها لمن أدرك رمضان. أولا أن تحمد الله جل وعلا أن بلغك هذا الشهر العظيم الذي يعد من أعظم النعم عليك، كيف لا؟ والله جل وعلا يتغشى العباد فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويقبل الدعاء، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، ويسلسل الله عز وجل فيه مردة الجان. والله سبحانه وتعالى يهيئ في كل يوم من أيامه الجنة، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك. والعمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولله عتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان. أمامك أيها الموفق فضائل عديدة، فاغتنم بارك الله فيك أيامه ولياليه بالعبادة والطاعة. حافظ على صلواتك الخمس، وإياك ثم إياك أن تسهر بالليل وأن تضيع صلاة الفجر الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. حافظ على صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم حافظ أيضا على صلاة التراويح، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعليك بقراءة القرآن، فإن الله جل وعلا أنزله في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وعليك أن تجتهد في التسبيح والاستغفار وفي ذكر الله وفي لزوم المساجد لتحفظ الصيام. وإياك ثم إياك أيها المبارك أن تكون متكاسلا مستقبلا لهذا الشهر بالنوم والغفلة. احذر أن تكون من أولئك الغافلين، فاجتهد وجاهد النفس وادعو الله جل وعلا أن يعينك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، إن ربي على كل شيء قدير. فوالله ما ندري هل يوفقنا الله جل وعلا لندركه في السنوات القادمة أم لا. فينبغي للمؤمن الموفق إذا أصبح ألا ينتظر المساء، وإذا أمسى ألا ينتظر الصباح، وأن يأخذ من صحته لمرضه، وأن يأخذ من حياته لموته. وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق.